لو لقيت مية تحت التلاجة اوعى تمسحها. الكارثة الحقيقية جوه الكابينة. سر ال40 جنيه. بتدخل المطبخ بالليل تلاقي مية مغرقة الأرض تحت التلاجة. أول حاجة بتعملها إنك بتمسحها وتطنش، أو بتخاف وتقول الفريون هرب. بس الحقيقة المية دي هي دموع التلاجة اللي بتحذرك من كارثة بتحصل جوه دلوقتي. التلاجة مش بتبكي عشان المية زيادة، التلاجة بتستغيث لأنها بتتحول من جوه لكتلة تلج هتحرق لك الموتور في صمت. ركز معايا يا غالي، لما المية تبدأ تظهر تحت التلاجة ده معناه إن فتحة الصرف اللي ورا مسدودة. هتقول لي طب وإيه المشكلة؟ هقول لك دي بداية النهاية. التلج هيبدأ يتراكم على الكويل، والمروحة هتتخنق، والهواء مش هيوصل للأكل، وفجأة هتلاقي الفريزر بيجمد والكابينة تحت نار. الفني هيجيلك ويقولك شحن فريون ب1500 جنيه، وهو كل اللي هيعمله إنه هيسلك خرطوم ب10 جنيه، أو يغير لك حساس ب40 جنيه. أنا النهاردة جاي أقولك الخلاصة. افتح الظهر، بص على الحوض اللي فوق الموتور، لو لقيت مية يبقى خير، لو لقيته ناشف والأرض غرقانة يبقى السدد جوه. جيب شوية مية سخنة وملح وسلك المجرى ووفر فلوسك. العلم أمانة، واحنا هنا في إيهابكو بنكشف لك المستور عشان محدش يشتغلك. لو تلاجتك بتعمل أصوات غريبة بالليل استنى الفيديو الجاي، عشان اللغز المرة الجاية مرعب أكتر.